بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه التحاليل اللي أنت محتاجة إن أنت تصوم وتصوم كام ساعة؟ في تحاليل كتير أنت بتبقى محتاج تصوم من 6 ل 8 ساعات. أبرزها وظائف الكبد، اليوريك أسيد أو اللي هو الحمض اليوريك اللي هو بتاع النقرس، والسي بيبتايد اللي هو بيفرق السكر بين النوع الاول والنوع الثاني. وفي تحليل ممكن تقعد من 10 ل 12 ساعه اللي هو تحليل الدهون الدم او الليبيد بروفايل او اللي هو الدهون الثلاثيه والكوليسترول في الدم. دي ابرز التحاليل. وطبعا برضو سواء الترسيب بيبقى محتاج صيام من 6 ل 8 ساعات. وطبعا غير تحليل السكر الصايم والفاطر، الصايم بتبقى صايم عن الاكل من 6 ل 8 ساعات، ده الصايم. الفاطر بيبقى بعد الاكل بساعتين. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا علمنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.